بس انا حتى وسط اهلي بحس ان انا غريب ومش مفهوم. مهما حاولت معاهم ان انا افهمهم او ان انا يفهموني، الموضوع كان ميؤوس منه تماما، وهم نفسهم مش عايزين حاجة زي كده. الجملة دي اتقالت من محادثة كانت حصلت مع دكتور نفسي من احد المرضى بتوعه، ان هو مشكلته الاساسية في الحياة اللي مأثرة عليه هي ان اهله مش قريبين منه، مهما حاول ان هو يقرب منهم ومش فاهمينه ودايما بينتقدوه. طيب قبل ما اقولك اي حاجة وقبل ما ابدأ كلامي، اوعى تخلي شيطانك يلعب في دماغك ويقولك ان اهلك دول اعدائك، الا طبعا لو وصل لمرحلة اذى فعلا شديد جامد، او هما مش بيحبوك، او ظهرت في كذا حاجة، فده ساعتها تجنبهم وساعتها ربنا هو هيتولاهم. بس لو ما وصلش للأذى اللي هو فعلا بيكرهوك او فعلا مش عايزينك في حياتهم، بس دايما في عدم تفاهم، دايما في انتقادات، دايما انت مش المحبوب وسطهم، انت مش المفضل وسطهم، اوعى تخلي شيطانك يقولك ان لا، الناس دي اعدائك، الناس دي مش كويسة، الناس دي انت بعد عنهم خالص واهجرهم خالص. لا، لان مهما كان في الاول وفي الاخر اهلك، يعني في الاول وفي الاخر هم ليهم حق عليك، حتى لو هم مش قايمين بالحق اللي مفروض ليك عليهم، فانت قوم بالحق اللي جواك ليهم. فاللي انا عايزه اقوله ان لو هي وصلت لمرحله ان انت اهلك مهما حاولت مفيش فايده، لا، حاول ان انت ودهم بابسط الحاجات علشان ربنا مش اكتر، علشان حتى تبقى انت بتاخد ثواب. طيب تعمل ايه انت بينك وبين نفسك اصلا ان انت اهلك مش سبورت ليك، او مش بيحبوك، او مش بيصدوك، او انت مش المفضل ليهم؟ تعالى اقولك على كام حاجة يساعدوك ان انت تتخطى حاجة زي كده. مبدئيا كده في حاجتين لازم تتقبلهم. اول حاجة وهي ان اهلك اتخلقوا في زمان غير الزمن اللي احنا اتخلقنا فيه تماما، مختلف بكل افكاره واحداثه وسرعته وحاجات كتيرة قوي. هما للأسف ممكن أصلا ما يكونوش فاهمينها، مهما انت حاولت ان انت توصل لهم وتقرب لهم الفكرة، هما مش مستوعبين ده. هما متعودين على حاجة معينة، مش قادرين ان هما يتقبلوا حاجات تانية جديدة او حياة تانية جديدة. فدايما حاول ان انت تقرب لهم المسافات، تخليهم يستوعبوا الدنيا عاملة ازاي تحت، تخليهم يستوعبوا انت محتاج ايه. ولو وصلت الحيطة سد خالص، خلاص تقبلهم كده زي ما هما، لان صدقني هما بيكونوا على قد اللي عاشوه بس، وارد جدا احنا لما نكبر نكون مكانهم مع ولادنا، ان هما يكونوا في زمن اسرع بكتير ومختلف تماما من اللي احنا فيه ده دلوقتي. فلو انت معرفتش توصل لحاجة معاهم في النقطة دي بالذات، يبقى تقبلهم زي ما هم. تاني حاجة، ودي انا قريت عنها لان انا ما كنتش اعرف اصلا ان في حاجة اسمها كده، او كنت متخيلة ان كله زي بعضه، بس للأسف اوقات كتير الاهل بيبقى عندهم في طرف مفضل عن التاني. انا كنت متخيلة زمان ان مثلا ممكن الاب والام يبقوا بيحبوا عيالهم كلهم قد بعض بالظبط، هو ده حقيقة وده اكيد وده مفهوش اختلاف. بس ساعات بيبقى في واحد ممكن يكون الاب او الام مايلين له شويه، مش معناها حب زياده، لا، الحب هو بس ممكن يكون شبههم اكتر، ممكن يكون اقرب لهم اكتر، ممكن يكون بيفهمهم اكتر. فهتحس دايما ان انت بينك وبين نفسك لا، ده ما بيحبونيش، ده بيحبوا الشخص الفلاني. لا، هما بيحبوه انت والشخص واخوك وكل القريبين منك كلكم زي بعض. بس الفكره ان بيبقى فيه ميل شويه لشخص بحكم فهمه ليه او بحكم قربه ليه. فحاول ان انت تتقبل حاجة زي كده وكمل طريقك عادي، ده ما يأثرش على اي حاجة. تقبل فكرة ان انت مش رقم واحد كأنه يبقى بيميل ليك، بس انت كحب الحب واحد. انا عارفة ان دي حاجة صعبة ان انت تتقبلها، وعارفة ان دي حاجة ازاي انا اتقبل مثلا ان انا اخويا او اختي او ايا كان مامتي او بابايا بيحبوهم اكتر مني. هم مش بيحبوهم اكتر منك، هو بيميل لهم اكتر منك. بس الفكرة ان هو لو الاب والام معرفوش ان هم يعملوا توازن في حاجة زي كده، ده طبعا بيبقى ليهم حساب، ودي مش حاجة كويسة لان دي بتأثر تأثير كبير. بس ده برضو ما يديلكش الحق ان انت ما تحبهمش او ان انت تبعد عنهم. لا، حبهم وعاملهم بما يرضي الله، بس انت برضو كمل في طريقك وشوف حياتك انت. طيب طبعا الاهل هم اكتر ناس بنبقى عاملين سقف التوقعات عالية قوي بالنسبة لهم، متوقعين ان هم هيفهمونا، هيستقبلونا دايما بكل حب وحنان وامان، ويوم ما نعمل اي حاجة كويسة يقولولنا برافو ويسقفولنا. بس اوقات كتير جدا مش بنلاقي حاجة زي كده.
الفكرة ان احنا عمرنا ما هنتقبل فكرة ان احنا نبقى مبسوطين من نفسنا لو احنا دايما مستنيين ان حد يسقف لنا لو احنا عملنا حاجة، حتى لو الحد ده اهلك. لان ببساطة مش شرط ده يحصل، او في اعظم الاوقات واكتر الاوقات ممكن ده اصلا ما يحصلش، بحكم حاجات كتير، بحكم ان هم مش فاهمين انت وصلت لايه، مش واعيين لك قوي او مش مركزين معاك. فبلاش دايما تستنى السبورت والدعم من اهلك. لو جه دي حاجة كويسة جدا، لو هم بطبعهم بيدعموك على ابسط الحاجات دي نعمة كبيرة جدا من عند ربنا وحافظ عليها. بس لو انت ما عندكش حاجة زي كده ما تستناهاش اصلا، عشان طول ما انت مستني هتحس ان انت مش عارف توصل لحاجة، لان ببساطة اللي انت متوقعه مش بيجي، فبتحبط وبتحس بفشل فبتفضل واقف في مكانك. فببساطة ما تستناش اي دعم غير من نفسك انت. كلمتي الأخيرة كالعادة وهي إن أنت أهلك كده كده مفيش نقاش إن هما أهم حاجة عندك في حياتك، وإن ربنا يحاسبك على علاقتك بيهم. بس لو أنت ربنا مدكش رزق في أهلك، اداك رزق في حاجة تانية، صدقني هيعوضك عن ده. بس بلاش برضو في نفس الوقت تقول لنفسك انا مظلوم، انا مقهور، انا ماليش اهل بيدعموني، انا ماليش اهل مش جنبي. ما تعلقش برضو وقفانك في مكانك على شماعة غيرك. ما تقولش ان انت ده مبرر علشان كده انت حياتك واقفة، لا، انت اللي اخترت ان حياتك تقف. لان ببساطة انت مش لوحدك، اللي كده كتير قوي عندهم اهل مش بيسبورت ليهم، مش بيدعموهم في حاجة، او كان نفسهم ان هم يبقى عندهم حد دايما جنبهم، وفي نفس الوقت مش لاقيين حاجة زي دي، بس هم اختاروا ان هم يموفوا اون من حاجة زي كده، وفي نفس الوقت بيراعوا اهلهم على قد ما يقدروا. فبلاش ان انت فكرة ان اهلك مش قريبين منك دي تبقى بينك وبين نفسك مبرر او حجة ان انت تبقى واقف مكانك ومبتتحركش، او ان حياتك بايظة، او دايما تقعد تلوم اللي حواليك على الحياة اللي انت وصلها. خد خطوة انت واتحرك، وصدقني حتى لو ملكش رزق في اهلك فربنا هيديك رزق في حاجة تانية، وكده كده انت ربنا جنبك وهو احسن من كل شيء. اشوفكم يوم تاني ان شاء الله.